طيب انا هكتب ازاي الديلي ليست عشان برضو نكون واضحين؟ اولا ليها شروط معينه. اول حاجه ان لازم الديلي ليست ديت يكون متنوعه، بمعنى ان انا مش هحط التاسك اللي انا هعمله النهارده يكون حاجه بس من الماستر ليست، لا، ما انت ممكن تضيف حاجات تانية امبورتنت، حاجات نوت ايرجنت في الديلي ليست، بس لما اجي ابدا فيها باليوم ابدا بالحاجه المهمه جدا، عشان انت لو انجزت الحاجه المهمه جدا في الاول هتقدر تخلص باقي التاسكس اللي انت حاططها بسهوله جدا. تاني حاجه ان انا ما امليش الديلي ليست على الاخر، ما تعمليش 10 تاسك هتعملها في اليوم. طب انت لما تعمل 10 تاسك في اليوم، طب انت باقي اليوم راح فين؟ ما هو ما غلط، انت كده هيجي لك نوبه من الاحباط وهتتكرر معاك كتير جدا لو انت حطيت ال10 مع بعض. انت نفسك يا اخي لو جيت بصيت للديلي ليست هتحس انك انت هو انا هعمل ده كله؟ هيبقى في احباط. طب ليه؟ لا، انا احطها من 5 ل 6 توبيك فقط في اليوم، وكلها حاجات انا اقدر اعملها، وكلها حاجات بين الماستر ليست، من الامبورتنت، من الارجنت، حاجات خارجيه. لو عندي ميعاد معين انا هحطه في الديلي ليست علشان ما انساهوش، وهنتكلم في الكالندر دلوقتي كمان. وبالتالي الديلي ليست من الاجزاء المهمه جدا اللي احنا لازم نشتغل عليها يوميا. انت واحد ما جربتش الديلي ليست ولا مره، انصحك نصيحه اخ، جرب الحاجه دي لمده شهر واحد وشوف كم الابهار اللي انت هتشوفه في اخر الشهر. انت لما تشتغل كل يوم وتعمل جزء صغير من حاجه كبيره، شوف لما توصل لاخر الشهر انت عملت قد ايه. والله العظيم بتفرق جدا. كمان في الديلي ليست ما تنساش تحط لنفسك نص ساعه تقعد فيها مع نفسك. هي ديت الجزء بتاعها يعني داخل اكتر في الكالندر، بس هتتحط في الديلي ليست. نص ساعه يوميا تقعد فيها مع نفسك. تخيل انت هتقعد مع نفسك نص ساعه يوميا لمده سنه، يعني 182 ساعه ونص من التغيير، من لو في مشكله بتحلها، دماغك بتفكر في بلان، بتفكر في حاجه، تفكير مع نفسك. اقعد كده واشرب شاي بالياسمين مع نفسك وظبط نفسك كده، علشان محتاجين نروح عن نفسنا، يعني نشربها شاي بالياسمين. بس ان الديلي ليست كمان يفضل ان هي نكتبها بالليل، يفضل ان احنا نكتب الديلي ليست بالليل. ليه؟ اولا انت لسه بتكون مخلص التاسكس او الديلي ليست بتاع اليوم اللي قبله، وانت لسه في نشاطك، وبالليل بيبقى الجو هادي، تقدر تكتب كل الافكار اللي بتجيلك في الوقت ده. تقدر تكتب هتخطط ليومك بكره ازاي. بص، هو المستقبل بتاع ربنا، بس خطط. يعني يا عم لا لما اصحى بكره يا عم ربك يحلها، لا، هو كده كده ربنا معانا في كل خطوه احنا بنمشيها، بس بنسعى. اتحرك. انت دعيت ربنا ان ربنا يرزقك بحاجه، اشتغل عليها. وبالتالي انا هكتب الديلي ليست بتاع اليوم اللي بعده قبليه بالليل. انا خلصت مثلا النهارده اهوت، انا مثلا بصور الحلقه دي الساعه 12 بالليل مثلا، انا هخلص الحلقه دي وهروح اعمل الديلي ليست بتاع بكره. هشوف بكره عايز اعمل ايه، في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا مثلا محتاجين بكره يخلصوا مني، حاجات انا شغال عليها لازم تخلص بكره. انت دلوقتي في نشاطك، انت ممكن تصحى الصبح نص الافكار اللي جت في دماغك في الوقت اللي انت كنت فيه نشيط وفايق مش هتجيلك بكره. هو انت اصلا ذاكره الانسان قد ايه؟ وفي حلقه تانية جايه هنتكلم في التدوين، هنبقى نتكلم عليها في حلقه منفصله تماما، ان احنا بنسجل كل حاجه، حتى لو جات لك فكره وانت نايم هتقوم من النوم تسجلها ان شاء الله في حلقه تانية. المهم احنا كده قلنا التوبكس بتاعت الديلي ليست، ونخلي بالنا كويس جدا 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 منها، لان هي دي الخطوه او السلمه اللي بترفعنا لفوق. احنا بنكتب علشان نبني مستقبلنا، فبتبدا من اصغر خطوه، ودي بالنسبه لي دي اصغر خطوه، انك انت تتعلم ازاي تكتب الديلي ليست وتمشي عليها فتره كويسه. ولما تمشي عليها الفتره دي شوف قارن في نهايه كل 3 شهور، بص قيس نفسك كل ربع سنوي، بمعنى كل 3 شهور قيس انت وصلت لايه، بلس انك انت كده كده كل شهر بيكون في توبكس معينه بتاخد بالك منها.